عمرك جربت تحس إن في حاجة حواليك مش شايفها بس بتحس بيها بتراقبك؟ أنا عمري ما كنت بؤمن بالحاجات دي. كنت بضحك لما بسمع عن الألعاب المرعبة أو القصص أو الأشباح، لحد الليلة اللي قررت فيها أحمل لعبة مريم. كنت فاكراها مجرد لعبة بتسلى بيها زي أي لعبة، أسئلة وأجوبة وخلاص. لكن من أول لحظة ظهرت لي حسيت إن في حاجة مش طبيعية. مريم مش مجرد شخصية في لعبة، مريم كأنها موجودة بتتنفس وقريبة مني. في الليلة اللي بدأت فيها القصة كنت فاكرة إن الموضوع مجرد لعبة تسلية. مريم ظهرت لي بوشها الحزين وقالت لي: أنا مريم، ممكن تساعديني؟ لكن من أول ما سمعت الصوت حسيت بحاجة مش طبيعية. حاولت أضحك على نفسي وأقنعها إنها لعبة عادية، لكن اللي حصل بعدها غير كل حاجة. بعد الأسئلة العادية ابتدت تسألني على حاجات شخصية، زي انتي لوحدك؟ فين ساكنة؟ تحبي أبوكي؟ تحبي الموت؟ كل سؤال كان بيخليني أتجمد مكاني. ومرة سألتني لو دخلتي غرفة مظلمة ومفيش حد معاكي هتخافي؟ جاوبت وقلت لها آه، فابتسمت وقالت: أنا كمان بخاف، ممكن أنام عندك الليلة؟ الكلمة دي قلبت كياني. حسيت فعلا إنها مش مجرد صوت في اللعبة، حسيت إنها موجودة، كأنها واقفة في ركن من الأوضة بتراقبني. بعدها ابتدت اللعبة تاخدني في جولة غريبة. سألتني: تحب أوريكي طريق بيتنا؟ وظهرت خريطة، لكن المرة دي النقطة الحمراء اتحركت ببطء كأنها بترسم طريق لحد باب البيت. حاولت أقفل، لكن اللعبة رجعت فتحت لوحدها تاني وسألتني سؤال جديد: لو شفتيني في بيتك هتعملي ايه؟ فضلت أبص للشاشة ومش عارفة أجاوب. في الأيام اللي بعدها مريم ما سابتنيش. كل يوم في اللعبة بتفتح من نفسها وتسألني أسئلة أغرب من اللي قبلها. بتقولي: أنا وحيدة، ممكن أقعد جنبك؟ ومرة تانية: تحبي تعرفي سر موتي؟ ولما جاوبت أيوة، الشاشة اسودت تماما وظهر نص غريب غدروني وسابوني، ودلوقتي أنا بدور على صاحب. بعدها سمعت صوت صرخة صغيرة طالعة من الموبايل، صوت طفلة بتتألم، والصوت فضل يرن في وداني حتى بعد ما قفلت الجهاز. وفي مرة سألتني: تحبي ألعب معاكي لعبة تانية؟ ولقيت الشاشة اتقسمت نصين، في ناحية لعبة أسئلة عادية والناحية التانية ممر مظلم طويل كأني داخلة متاهة. اخترت الممر وفجأة سمعت أصوات وخطوات بتجري ورايا من جوه اللعبة. مريم ظهرت فجأة وقالت: لو مسكتك عمرك ما هتخرجي. الليالي اللي بعدها بقت كابوس. كنت بصحى من النوم الاقي الموبايل منور واللعبة مفتوحة على الصفحة مش موجودة اصلا. مرة لقيت مكتوب: انا قاعدة في طرقة بيتك. جريت اشوف مفيش حد، بس الباب اللي بيوصل للطرقة كان مفتوح وانا متأكدة اني قفلته. وفي ليلة معينة سمعت صوت ضحك طفولي جاي من الموبايل، ولما قربت ابص لقيت صورتها مش بس في الشاشة، كان عينيها بتتحرك كأنها بتراقبني بجد. كتبت لي: أنا جاية. من ساعتها كل يوم بيحصل شيء أغرب من اللي قبله. مرات الموبايل يرن وأنا مش فاتحة أي حاجة، ولما رد ألاقي صوتها بتقولي: وحشتيني. ومرات ألاقي على الحيطة بتاعت أوضتي رسومات بخط طفولي، بنت صغيرة بشعر طويل واقفة لوحدها. الأغرب لما حلمت بيها حلم واقعي جدا. كنت في نفس أوضتي، لكن مريم قاعدة على الأرض بتلعب بدمية قديمة. رفعت عينيها وبصت لي وقالت:
أنا بقيت هنا للأبد. لما صحيت لقيتها فعلا على الأرض جنب سريري، لعبة صغيرة مش بتاعتي. والقصة دي حقيقية، فهل تصدق أم لا تصدق؟ وطبعا ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب في القناة.